النهارده هنا في امستردام. اولا كده قبل ما نتكلم عن امستردام ممكن صاحب الفكره نفسها هو اللي ممكن يقول لنا اشمعنى بيقدم اكل امستردام، الفكره ورا كده او جت منين؟ هي الفكره كلها ان الموضوع جه كان ليا صديق كان بيروح هولندا كتير شغله، يعني طبيعه شغله وكده. تمام. فجينا قال لي فكره هناك كان في حاجه مثلا هم عندهم مشهورين هو بالبطاطس، في وجبات بطاطس بتتعمل مؤخرا. مصر ابتدت يجي معاه ايه الموضوع مثلا في محلات الفرايد الكلام ده بقى البطاطس بتدخل بصوص شيدر والكلام ده. لا بقى هم هناك بيعملوا بطاطس عليها سويت شيلي، عليها بارميجان، عليها فراخ، عليها مش عارف ايه، بتبقى كوجبه رئيسيه مش كوجبه سناكس جنب الاكل. ماشي، يعني اكله اساسيه. هي دي الفكره. بالظبط. كانت الفكره دي اصلا مش منتشره في مصر، وفي نفس الوقت ما لقيتش فيها غير شركه بسيطه جدا هي اللي ابتدت تنفذ الموضوع دوت. تمام. فدخلتها بشكل جديد وافتكاسات جديده. خلصت ديت، لقيت بقى ان ايه الشعب برضه المصري برضه مش هيقتنع ان دي وجبه لوحديها، فدخلت معاها ايه طالما دخلت بقى في السكه يعني سكه المطبخ الانترناشونال، دخلت بقى مكرونه ايطالي معاها كباستا. دي عباره عن مثلا دي بيستو. برضه لما نيجي ناكل هنتكلم اكتر عن كل دي مثلا بيستو. دي كل اعتمادها على صوص الريحان اللي هو ايه اسمه المكرونه الخضراء. دي مش مشهوره قوي غير في المطبخ الايطالي. انا برضو مايل اكتر للايطالي. وانا برضو يعني ايه عامل برضو فيها ايه روح برضو اللي هي بقدمها ايطالي بيور، يعني اللي هي زي المكرونه الايطالي معدل شويه حاجات بحيث ايه بالظبط في طريقه مثلا التقديم، في طريقه الفراخ نفسها، الصوص، الحاجات دي كلها. تمام. وهي سيمبل جدا ومكرونه حاجه جديده طعم جديد. مثلا دي نابولي. دي اللي هي كانت ايه معلش؟ دي اللي هي البيستو. دي اللي هي البيستو انا عاملها سيمبل خالص. هي فراخ بالبيستو. دي عباره عن مكرونه بالبيستو، مكرونه ايطالي. تمام. فراخ. ماشي. دي مين اكتر ممكن ياكلها؟ بتاع اللي بيحب الريحان. اللي بيحب الريحان التغيير. هي بيبقى صوص بالجبن بكل حاجه. تمام. وعليها الفراخ بالتتبيله بتاعتنا، دينا تتبيله وخاصه بنعمل بيها الفراخ واللحوم. لا جامد. هي بسيطه اصلا، يعني بسيطه جدا. هي بسيطه. لا يعني مثلا النابولي، بص منظر النابولي وبص منظر دي، هتلاقي حاجه سيمبل جدا. تمام. النابولي مثلا هتلاقي فلفل الوان، هتلاقي فراخ، صوص سويت شيلي. النابولي اكتر فيها صلصه يعني. فيها تسبيكه. لا مش تسبيكه. في فرق بين التسبيكه وفي فرق بين الريد صوص الايطالي. الريد صوص الايطالي هم ممكن يكونوا نفس الشكل شويه، بس دي تحسها اي حاجه قويه شويه. تمام. هي دسمه فيها كذا حاجه، انما دي حاجه سيمبل خالص. تمام. دي ممكن تشيك النابولي برضه عشان يبقى ايه معلش يعني. النابولي هتعجبك جدا. اتفضل. لا ليا في الجيم، الكابتن بتاعي يعني. فاتفاجئت بالصوص الاسباني اللي هو كان فاتح محل هنا في الحدايق، عشان انا بقالي فتره كبيره ما شفتوش. فكابتن ادم بقى يقول لنا بص يا باشا، البطاطس عموما معظم 90% من المطاعم بيشتغلوا بطاطس كراتين، اللي هي البطاطس الجاهزه الفارما فريز، او البطاطس عاديه، بطاطس كذا نوع، حاجات كتيره قوي. هم بيجيبوا بطاطس جاهزه. دايما كانت يعني حاجه انا خدتها اللي بيشتغل فريش على طول اول باول. حتى هتيجي بعمل في المكرونات انا سلقتها قدامك، حطيت الريد صوص او البيستو قدامك، كل حاجه فريش. ما بيعملش السوق ده ما بيعملوش غير الفنادق. حتى عشان تلاقي اكل الفنادق تلاقيه بطعمه، وتلاقي المطاعم برضه ايه طعم تاني، والبيت طعم تالت. كل البيت. ودايما بقى في معلومه، دايما الاكل يعني دلوقتي حد بيتكلم ده الاكل ده برد، بس هتاكله هتلاقي طعمه حلو. ده دي بقى دي بتفرق فيها في الجوده. الاكل اللي جودته حلوه مهما برد، لو بدل تاني يوم، لو بدل تاني يوم برضه بيفضل طعمه حلو. الاكل لو جودته قليله تلاقي طعمه يغير، تلاقي في حاجه غلط. ايوه هو لو بقى له حبه اصلا خلاص الدنيا بايظه. ده بيفرق حسب الجوده. تمام. بالنسبه بقى للبطاطس، البطاطس اللي بعملها كلها يعني ايه فريش. بعملها بالتتبيله قدامك، بعمل كل حاجه قدامك. حتى بعمل خامه البطاطس. هل الفرق بينها وبين البطاطس؟ طبعا ده نوع بطاطس معين بنتعامل معاه. بستعمله هنا بس. ده نوع بطاطس معين، مش اي بطاطس خالص. نفس البطاطس الامستردامي، حاجه شبه كده. البطاطس اصلا دي اللي احنا بنجيبها من مصر دي بتبقى غاليه شويه، بس دي اصلا بتتصدر بره.
بس حد بيجيبها لي. بس البطاطس دي يعني اسم البطاطس ده مش هينفع اقول، بس هي اهم حاجه ده نوع بطاطس معين، مش اي بطاطس. شاي بطاطس بالظبط. حتى تلاقي البطاطس اللي يدوقها تحسها فارما فريتس، بس هي مش شكلها ولا قوامها. تمام. انت تخصصك بطاطس بالظبط. أصلاً، هي تخصص طلع اصلا أحسن بس حاجة. بالظبط. حتى اللوجو بتاعي باكيت بطاطس. بالظبط. لوجو تمام. اكيد بطاطس فعلا. بالظبط. دي بقى دي انا عامل حاجه كلاسيك عشان دي المتعارف عليها كاتشب ومايونيز مثلا. تمام. قول لنا الاصناف، ايه اكتر اصناف مشهوره عندك؟ في الفرايز اكتر حاجه بتاخد في الفرايز اللي هي الكريسبي فرايز، بتبقى عليها شيدر وجبن وعليها بطاطس، عليها فراخ كريسبي، دي مشهوره. او في حاجه اسمها سموكد فرايز، الناس اللي بتحب اللحمه الباربيكيو، الحاجات المدخنه. ايوه. دي بيبقى عليها بصل مكرمل، عليها صوص ديميجلاس. صوص ديميجلاس يعني في نطاق حلوان محدش بيستخدمه اصلا. ايوه. تمام. في عندي صوص كده، صوصات محدش بيستخدمها اصلا. تمام. يمكن اكتر مش موجوده عندنا او مش مشهوره عندنا. مشهوره في الفنادق اكتر. مشهوره في الفنادق. وعايز اقول لك حاجه، الاسعار اصلا انا شغال فيها دي، يعني دي اسعار ناس كتيره بتيجي تقول لي حرام الاسعار دي، اسعار رخيصه جدا. طب ممكن نسعر كده بسرعه الكلام اللي منه فيه هينزل بقى. هي المنيو خلاص احنا ممكن ننزل منه اسعار. يعني مثلا طيب اي حاجه من دول مثلا حاجه زي ده بكام؟ دي الصغيره دي ب 29 جنيه. هو ده ب 29 جنيه. عباره عن مكرونه وبرده طبق ارتفاعه مش وحش خالص، يعني ممكن ينفع غدا. ده يشيل 400 جرام. عندي الوجبه الصغيره 400 جرام، كبيره 700. ده 400 جرام. تمام. الوجبه الصغيره عندي كله 400 وكبير 750 او 700. انا برضو عرفت اللي حضرتك بتعمل هنا بريك فاست الصبح في المطعم. في طبعا فطار بيبقى شامي وفينو. تمام. بيبقى في بقى بطاطس باي حاجه. بص عندي الكونسيبت كله بطاطس باي حاجه، بطاطس باي حاجه. يعني عندي مثلا بطاطس سوسيس وعليها سوسيس، سندوتش بطاطس وعليه سوسيس، سندوتش بطاطس وعليه فراخ، سندوتش بطاطس وعليه جبن. البطاطس بالظبط. ده الكونسيبت الاساسي اصلا في المحل. حتى انا قدام شويه يعني كام يوم هنزل برضو ايه حاجات سوري كسر من عندنا شويه. ايوه منيو جديد. منيو جديد. هنزل مثلا مكرونات شعبيه شويه برضو، بحيث ان انا اقدم فكره ان دي الناس كلها فاكره المكرونه الايطالي ايه، يعني ده مكرونه. لا انا هقدم لك المكرونه العاديه والمكرونه الايطالي. تمام. هتحس بقى ان ساعتها الفرق ده عامل ازاي. بالظبط. دي كل حاجه بقى. حتى دخل بقى جزء شويه عربي شويه، مدخل بسمتي، بس بسمتي بطريقه بقى عندنا يعني. عشان عندي قال لك قاعدين في السعوديه فتره كبيره، فا ايه في بقى ميكس. هيبقى اطباق كده صغيره بس حاجه كبيره، مش كبسه ولا من ده. هو بسمتي وعليه اضافات كبده بقى، لحمه مفرومه، عليه قطع لحمه. ده كلام كبير. لا بسمتي مكسرات، قصه كبيره جدا. في ان شاء الله المحل ده لو نجح قوي يعني ممكن يبقى يعمل اصلا الاطباق بتاعته هو بس. بالظبط. دخل اطباق جديده السوق. المكان يبقى انزل محل حدائق حلوان عند البنك الاهلي، هو قصاد البنك الاهلي بالظبط. اسال عليه اسمه امستردام كده على باكي بطاطس. مع العنوان بالظبط برضه هيبقى تحت في القناه، يبقى موجود يعني. كابتن ادم خدنا من وقت حضرتك. حبيبي يا باشا. كلام كبير والله. عملنا النهارده استضافه سبيشال قوي يعني ان شاء الله انا شايفنا المحل ده هيعمل شغل جامد قوي، لان هو بيقدم حاجه مختلفه. فلا باذن الله انا بالنسبه لي المطعم ده، انا عموما بقول الحقيقه لما بجرب المطعم ده عجبني من اول مره. انا مش اول مره كنت، فعشان كده فكرنا ان انا اوريدي نيجي نعمل عنده فيديو بس كده. بالظبط. نقدر بقى نقفل الفيديو بتاعنا هنا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حلقه